النهاردة هنعمل مع بعض حلا كريمي جدا خطير مكون من 3 طبقات، كل طبقة أجمد من التانية. بجد تحفة جدا، هيعجبكم جدا لما تحبوا تعملوا حاجة سريعة أو لو جايلكم ضيف. بجد خطير خطير خطير. شايفين بقى كريمي قد ايه؟ كريمي جدا. يلا مع بعض نشوف الطريقة ازاي. يلا بينا. اول حاجة الطبقة الاولى هنجيب كوباية من الحليب، عليها ربع كوباية من السكر، معلقة من الدقيق، معلقة من الكاكاو الخام، نص معلقة من الزبدة، ومكعب شوكولاتة. مكعب شوكولاتة مش ضروري يعني عادي، ممكن تستغني عنه. هنقلبهم على البارد وبعدين نرفعهم على النار لحد ما قوامهم يتقل معانا، طبعا مع التقليب المستمر لحد قوام ما يظبط معانا جدا. هنجهز الكاسات بتاعتنا، واول الطبقة دي ما تخلص ونصبها مباشرة كده على طول وهي سخنة، ما نسيبهاش لحد ما تبرد علشان هتتقل معانا. تمام. ادي الكاسات اهي جهزناها. هنصب الطبقة بتاعتنا ونحطها في التلاجة عقبال ما نجهز الطبقة التانية. الطبقة التانية نص كوباية من الكريم شانتيه، عليها ربع كوباية من المية المتلجة او اللبن المتلج. لو الكريم شانتيه بتاعي خام هتحطي سكر، لو مش خام مش هتحطي سكر، يعني حسب الكريم شانتيه بتاعك. هنضربهم حلو جدا لحد القوام ما يتقل. احنا شفنا كده، وهنطلع الكاسات بقى من التلاجة وهنصب عليها دي الطبقة التانية. ما نكترش سكر فيها قوي الطبقة دي عشان عايزين طعمها يبقى قريب من طعم القشطة وتبقى خفيفة. تمام. تالت طبقة بقى هنحط نص كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو الخام، نص كوباية من الحليب، وهنضربهم مع بعض، وعليهم معلقة من النسكافيه او نص معلقة من النسكافيه لو حابة تديها طعم النسكافيه، لو مش حابة تحطي فانيليا. تمام. وهننزل بقى بسرسوب من الزيت لحد قوام الشوكليت ده ما يتقل معانا، تبقى جامدة جدا زي ما احنا شايفين. بصوا قوامها تقل ازاي، بقت كريمي جدا كده. خلاص دي تالت طبقة. هنطلع بقى الكاسات بتاعتنا بعد ما تسقع حلو جدا برضو في التلاجة من الطبقة التانية. كل طبقة قبل ما نحط عليها الطبقة اللي بعدها هنحطها في التلاجة تسقع شوية، مبتاخدش وقت في التلاجة خالص. ادي طبقة الشوكولاتة. هنطلع بقى الكاسات بتاعتنا ونبدأ نحط الطبقة، كل طبقة هنحطها في النص وبعدين نبدأ نفردها على الحروف. كل طبقة هنعمل فيها كده علشان حروف الكاسات بتاعتنا ما تتبهدلش. تمام زي ما احنا شايفين كده. ادي الطبقة التالتة، وهنزوق بقى براحتنا خالص. انا حطيت على واحدة منهم كاكاو خام، وحطيت على واحدة شوكولاتة فورماسي، وحطيت على واحدة شوكولات شيبس. وطبعا مش لازم التزويق ده خالص، كده هي تمام جدا وطعمها تحفة خطيرة كريمي جدا، بجد تستاهل التجربة. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.